عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. اليوم جيتكم بريسيت جديدة للكسكسي. هيا تبعوني بإذن الله ما كنتش تندموا. خليت زوز قرون متاع فلفل، قصيتهم وقليتهم شوية، ما قليتهمش قلية كاملة، جوست هكا ما قليتهم خاطر بعد كده باش نرميهم في الصوص متاع الكسكسي. عملت عليهم 3 مغارف كبار متاع طماطم، والنار ما تكونش عالية خاطر راهو الطماطم كي نقليوها وتكون نار عالية تصيب المرارة والصوص متاعنا ما تكونش بنينة. الحاصل هاكم تشوفوا قاعدة نقلي فيها بشوية بشوية، وباش نزيد عليها الدجاج اللي هو اسكالوب. عملت الكسكسي متاعي بالاسكالوب. انا الحقيقة نحب برشا الكسكسي بالدجاج، دونك عندكم حرية الاختيار بالبقري باللي هو صحة وبالشفا ليكم. دونك كيما قلت لكم باش نحط عليه البصل زاده. قصيت كعبة بصل في 2، فما شكون يقصها طروف صغار. انا المرة هذه قصيتها مستنسة زاده نقصها زاده ساعات طروف صغار، قلت اي نقسمها على 2 وكها. الحاسيلو رميت الدجاج متاعي، يكون الدجاج بيان سور مغسول بالكدا، فهمتوا؟ ومن بعديكا باش نقليوه مع الطماطم ومع البصل. باهي الكسكسي راهو فيه 1000 طريقة وطريقة، وكل واحد وطريقته، وكل واحد الفاصون اللي يعمل بها الكسكسي. انا البارح بالحق هذه رسالة البارح، قد ما نقول لكم الكسكسي طلع بنين يمكن تقولوا تزيد ولا تتفوخر بالكسكسي متاعها، لا انا طيبت الكسكسي اما المرة هذه طاب. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طاب في حقه، طاب بنا على بنا. ان شاء الله يا ربي تعملوا ما خير منه. ذكرني هكا بكسكسي العروسات متاعنا كل يبدا بنين على الاخر، بنين اول حاجه بنين، ثاني حاجه خفيف، قد ما تاكل منه ما تحسش روحك شبعت الحقيقه. الحاسيلو عملت نص مغرفه كبيره متاع زنجبيل. يعني زنجبيل يفوح برشا الدجاج. باهي ننصحكم نصيحة أخرى، كل لفاح تعملوه تخلطوا مليح المكونات، فهمتوا؟ هذايا ديما نقولها لكم وفي كل رسالة نقولها لكم فهمتوا؟ خاطر بالحق والزنجبيل كيما قلت لكم يفوح برشا الدجاج، يعطيك البنة متاع الدجاج. وكل واحد حر، فما شكون ما يحطش راهو الزنجبيل، اما انا نحطه في الكسكسي نحط الزنجبيل. في المقارونه كي نبدا عملتها بالدجاج نحط شويه زنجبيل. دونك و ان بلوس صحي، فهمتوا؟ ان بلوس صحي، يعني لا يكفي فوحه ولا يكفي صحي. باهي كي بدينا هكا نشوفوا فيها بدات تتقلى الطماطم مليح مليح، هاكم تشوفوا هذيك الحكه متاع الطماطم تاعي، حطيت فيها ماء يكون سخون ومرقت بها الصوص نتاعي ونخلطه بشويه بشويه. وكيما تشوفوا نص مغرفه كركم. فما شكون يحط مغرفه كامله، انا حطيت نص مغرفه كركم. الكركم راهو زاده يبنن مش نورمال. مغرفه كامله كبيره متاع فلفل احمر، وزاده نص مغرفه متاع فلفل اكحل. يعني اخزروا، انا حطيت نص مغرفه خاطر ما تنسيوش لي انا باش نعمل الهريسه، يعني كل حاجه اقراو لها حساب. ونحب الكسكسي متاعي محرحر، تو تشوفوا قديش حرحرته مش نورمال. كهو سبحان الله الكسكسي كان ما يكونش محرحر حكايه فارغه. وعملت نص مغرفه زاده تبلو كرويه، وخلطت المكونات متاعي. يكون من الاول النار ما تكونش عاليه. ننصحكم من الاول ما تعليوش النار، راهو كان تعليو النار كل حاجه راهي تتحرق. ورشه ملح، الملح هذاك انتم شنو تحبوا، رشه ملح مقدار مغرفه صغيره متاع ملح. ما تكثروش الملح دو بريفيرونس، ما نكثروش ماكلتنا الملح. انا الحقيقه انا والملح مش صحاب، ديما نحط ناقص خير ما نحط زايد، خاطر ماكم تعرفوا كي تحطوا حاجه زايده الملح بالحق ما يداويش. وهاكم تشوفوا زدت مرة أخرى الماء، خاطر الماء شوفوا انتوما ما تحطوش مرة واحدة الماء، انتوما وحسب يعني ما يشرب، خاطر من الأول تشرب. دونك أنا فمشكون يحط ضربة واحدة، هذيك طريقته. انا نحط عبر مراحل الحقيقه، الماء نمرق الصوص نتاعي عبر مراحل. الحاصيل خديت 3 كعبات نتاع بطاطا، قسمتهم على 2 ورميتهم. انا البطاطا نتاعي نحبها هابيه 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 مش نورمال، كيما صوص المقارونه، ما نحبش يعني هكا تكون كاسحه. الحاصيلو الكسكسي نتاعي هدايا كسكسي باكويت، بيسكو كسكسي باكويت فوحته بالكركم وفوحته وحطيت فيه زاده
زيت بيان سور، بسستو بالزيت وسقيته بالماء يكون دافي. الكسكسي ننصحكم نصيحة قبل بساعة كيكة سقيوه وبسوه بالزيت وعملوا له الكركم باش يشرب السوائل الكل، وكل ما يبدا شايح كل ما تزيدوا الماء، هذه حاجة معروفة. به انا كيفاش عملت؟ هذه المرحلة الأولى متاع الكسكسي، ومن بعد زاد باش نسقيه مرة ثانية، يعني تفويرة ثانية باش نسقيه بالصوص نتاعو. دوب ما هكا تهز غلوة نسقيه بالصوص نتاعو. وهاكم تشوفوا عود قرفة قسمته في 2 وحطيته في الكسكسي نتاعنا كيما تشوفوا. دوب ما هز الغلوة نتاعو حبيت نوريكم. دوب ما هز القلوة متاعو هكاكا حطيت فيه الهريسة العربي والهريسة متاعنا العادية. هريسة عربي حطيت نص مغرفة كبيرة، والهريسة الحكك يعني متاعنا العادية حطيت 3 مغارف صغار متاع هريسة. دونك نعاودها لكم الحرورية انتم تتحكموا فيها، فمش كل ما يحبش ما ياكلش الحار، كل واحد حر، راهو هذيا حرية شخصية. ديما نقولها الكلمة هذه خاطر ما نتقيدوش بحاجة واحدة، وكل واحد كيفاش ياكل، كل واحد كيفاش مستنسي ياكل، فمش كل ما ياكلش بالحار جملة راه. دونك نحترموا الحريات متاع الناس الكل، وصحة وبشفاء. كيما تشوفوا قلت لكم حطيت 3 مغارف متاع هريسة الحكك ونص مغرفة متاع هريسة عربي. به توا كيما شفتوا كي انا حطيت الهريسة وكل شيء، شنو عملت؟ نحيت الكسكسي من الكسكاس نتاعو وبديت نبثث فيه بيديا، ما عملت فيه لا ماء حتى شيء، وباش نصب عليه الصوص، يعني باش نسقيه اول تسقيه. هذيك اول تسقيه انا عملته كيما قلت لكم تفوير، يعني انا هو برانسيب على تفويرتين. انا شنو عملت من الاول اول مره كيما قلت لكم عملته بالزيت وبالماء الدافي وبالكركم وكل شيء، وخليته يرتاح ساعه كامله، ومن بعد حطيته على الكسكاس. توا شنو عملت؟ نحيته من الكسكاس. دوب ما حسيتها هكا بدات هكا شويه، دوب ما تطيب شويه تونه الصوص بديت نسقي فيه. سقيته مليح مليح، تسقيوها مليح مليح، ما تخليوهوش شايح، تسقيوها مليح مليح. وهاكم باش تشوفوا وهدية هي فهمت. فما شكون يفوروا يعني يحطوا طول، يعني يعملوا شوية الماء ولا يعملوا شوية الزيت ويعني مرتين يهبطوا، فهمتوا. انا لا، مرة الاولى كوم سي تفوير هذيك انه عملت له بسست بالزيت وبالكركم وعملت الماء، وهذه تسمى التفويرة الثانية. دونك كل واحد حر، وكما نقول لكم راهو فما شكون ما يعملش الصوص يعني في التفويرة الثانية، فما شكون يحط الماء، هذيك عندكم حرية الاختيار سامحوني. والله العظيم جيت بسم الله ما شاء الله، جاي بنين 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 بنين. ان شاء الله يا ربي تعملوا ما خير منه وتاكلوا ما خير منه. هاكم تشوفوا الصوص حمراء، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كالريحه ما بينها ريحه القرفه ما بينها، مساسه نعملوا بعود القرنفل المره هذه الحقيقه اول مره نعملوا بالقرفه، وجاي بنين وخفيف خفيف، وتعمل قرفه في الكسكسي بالحق حاجة روعة روعة روعة. ننصحكم انكم تجربوا الطريقة متاعي بإذن الله، ماكمش باش تندموا، وهاكم باش تشوفوا الريزولتا في الاخر حاجة تعمل 66 كيف. يا ربي ان شاء الله تاكلوا ما خير منه. نقول لكم ان شاء الله نجيكم في ريسيت اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.